استقر الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة برشلونة في نهائي كأس خوان جمبر، والتي تقام يوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. وبحسب التدريبات الأخيرة يتجه الحسين عموتة نحو مشاركة هذه الأسماء في التشكيل الأساسي، حيث يتجه المدرب في مركز حراسة المرمى إلى تواجد مصطفى شوبير، وذلك على حساب محمد الشناوي، في حين يتجه الحسين عموتة في خط الدفاع إلى تواجد الرباعي أحمد نبيل كوكا وهادي رياض وياسر إبراهيم ومحمد هاني. ويعتمد الجهاز الفني النادي الاهلي في خط الوسط على خدمات الثلاثي مروان عطيه واكرم توفيق واحمد السيد زيزو، بينما من المقرر ان يعتمد الفريق على خدمات الثلاثي منصف بكرار واشرف بن شرقي وسفيان بن جديده في الشق الامامي. حسم النادي الاهلي موقفه النهائي من العرض المقدم من نادي كونيا سبور التركي للتعاقد مع امام عاشور لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان كونيا سبور قد تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار يتم سدادها على مدار 3 سنوات، إلا أن إدارة النادي الأهلي رفضت العرض وتمسكت ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد. ووجهت إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا إلى نادي كونيا سبور ردا على طلب التعاقد مع امام عاشور، اكدت خلاله ان اللاعب ليس معروضا للبيع خلال الموسم الحالي. واوضح الاهلي في خطابه ان العرض المقدم من النادي التركي والبالغ 4.5 مليون دولار على 3 سنوات لا يمكن الموافقه عليه، مشيرا الى تطلعه للتعاون مع كونيا سبور في المستقبل. بحسب مصدر فيها النادي الاهلي هناك تحفظات على فكره التحرك نحو خطوه تعديل عقد اشرف بن شرقي جناح الفريق، ويرجع ذلك لعدة أسباب. أولا، ينتهي عقد أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ولم يقدم المحترف المغربي الأداء الفني الثابت والمستقر مع الفريق على مدار المواسم الماضية. ثانيا، على نهج محمود حسن تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان يحصل أشرف بن شرقي على مقابل مادي مرتفع يصل إلى 1,500,000 دولار من خزينة النادي الأهلي في الموسم الواحد، وذلك لا يتناسب مع سياسة سيد عبد الحفيظ المشرف على الكرة بشأن النزول بقيمة العقود وضبط أوضة اللبس. ثالثا، لدى النادي الأهلي تحركات نارية لتدعيم مركز الجناح الأيسر من خلال حسم التعاقد مع محمود صلاح حاوي غزل المحلة، بجانب الاستمرار في رصد حامد عبد الله جناح فريق ام بي او، ما يفسر غياب التحركات الحمراء في ملف اشرف بن شرقي. يذكر ان النادي الاهلي كان قد منح الاولويه في ملف تجديد العقود الى الرباعي محمد هاني ومصطفى شوبير وياسر ابراهيم وامام عاشور. حسم نادي الفتح السعودي الجدل المثار خلال الساعات الماضيه بشان دخوله في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد محمد الضيف رئيس المركز الإعلامي لنادي الفتح السعودي عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع الحارس الدولي المصري، مشيرا إلى أن الشناوي لا يدخل ضمن حسابات النادي في الوقت الحالي. كشف إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر عن رد فعله الرسمي، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بالإعلان عن رفض بيع اللاعب لكونيا سبور التركي. وبحسب مصدر فيها النادي الأهلي هناك استقرار من جانب إمام عاشور على خطوة البقاء مع النادي الأهلي خلال منافسات الموسم الجديد. وحاول إمام عاشور اختراق سقف التعاقدات في النادي الأهلي وطلب مقابل مادي أكبر، ولكن جاء الرد بالرفض من جانب القلعة الحمراء. وأكد المصدر أن جهاز الكرة طلب من إمام عاشور التركيز الشديد مع الفريق في الفترة المقبلة في ظل صعوبة وسخونة المنافسة مع محمد مجدي قفشة وأحمد السيد زيزو وعلي محمود وتواجد مدرب جديد يقود الفريق. وقرر النادي الأهلي فرض رؤيته بشأن بقاء إمام عاشور مع الفريق الأحمر، خاصة أن العروض الخارجية المقدمة لضم اللاعب وصلت إلى 4.5 مليون دولار يتم دفعها على 3 سنوات، في الوقت الذي يرغب خلاله النادي الأهلي في الحصول على 8 مليون دولار بخلاف الامتيازات على أن يحصل على نسبة كبيرة من المقابل المادي كاش. وهناك تعهد من جانب إمام عاشور بشأن استعادة فورمته الفنية البدنية سريعا مع الفريق الأحمر، وهناك تعهد من جانب إمام عاشور بشأن استعادة فورمته الفنية والبدنية سريعا مع الفريق الأحمر تمهيدا للدخول في حسابات المدير الفني الحسين عموت. كشفت تقارير صحفية أسبانية عن إقبال جماهيري كبير على مباراة الأهلي وبرشلونة الأسباني المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب كامب نو ضمن منافسات النسخة ال61 من بطولة كأس خوان جمبر الودية. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة باع نحو 35 ألف تذكرة للمواجهة التي تمثل المباراة الأولى للفريق الكتالوني على ملعبه في الموسم الجديد 2026-2027. وتحظى المباراة بأهمية خاصة لجماهير برشلونة باعتبارها أول عودة لبطولة خوان جمبر إلى ملعب كامب نو منذ عام 2022، إلى جانب كونها الظهور الأول للفريق أمام جماهيره في الموسم الجديد. يحرص المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي على تكثيف اجتماعاته مع لاعبي الفريق في معسكر أسبانيا من أجل فرض تعليماته الأخيرة قبل انتهاء المعسكر الذي يصدر الستار عليه بمواجهة برشلونة مساء غد الأربعاء
قبل بطولة الدوري الممتاز التي ستنطلق الجمعة المقبلة ويستهلها الأهلي بمواجهة الشرقية إنبي يوم الأحد المقبل. وعقد الحسين عموتة جلسة مع خط دفاع الفريق من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أدائهم خلال التدريبات الأخيرة وفي ودية الفريق أمام يوروبا التي خسرها الأهلي 2-1، وحثهم على التركيز وبدء الجمل التكتيكية للفريق. ويمثل اللقاء محطة تاريخية للنادي الأهلي بعدما أصبح أول نادي مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جمبر، في خطوة تعكس المكانة العالمية التي وصل إليها النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة ضمن استراتيجية التوسع في الحضور الدولي وتعزيز التعاون مع أكبر الأندية الأوروبية. وجه خالد بيومي المحلل الرياضي نصيحة إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ملف إمام عاشور لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر. وقال خالد بيومي: من الناحية الفنية يعتبر إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في مصر وأفريقيا خلال الفترة الماضية، حيث لديه إمكانيات فنية مميزة ومن الصعب توفير بديل على نفس حالته. وأضاف: من الناحية الانضباطية والإدارية يحتاج النادي الأهلي للتخلص من إمام عاشور في الوقت الحالي في ظل خلافات تجديد عقده ومن أجل فرض حالة من الاتزان داخل أوضة اللبس في القلعة الحمراء. وتابع خالد بيومي: أرى أن القرار الأفضل خلال الفترة الحالية هو بيع إمام عاشور في ظل وجود أنباء عن وصول العرض الخارجي التركي إلى ما يقرب من 6 مليون دولار. وأضاف أن إدارة النادي الأهلي عليها أن تكسب الفريق ومصلحته تضحي باللاعب وليس العكس خلال الفترة الحالية، حيث أن خروج إمام عاشور من النادي الأهلي سوف يجعله يحصل على مقابل مادي لا يقل عن 3 أو 4 مليون دولار، وذلك لن يحصل عليه في القلعة الحمراء.